السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه سمك، انما ايه طعم وريحه حاجه كده ما شاء الله. وكمان هنعمله على البوتاجاز من فوق، وهنستخدم بس الشوايه. شايفين ما شاء الله؟ واقولك كمان على السوى المظبوط ليه عشان ما يتهريش منك. واقولك كمان على التتبيله العسل اللي انت شايفاها دي، حاجه كده ما شاء الله خطيره جدا. عايزه اقولك ان ريحته كانت واصله للشارع. كملي بقى الفيديو للآخر وما تنسيش اللايك. عندي هنا كيلو من السمك السردين، تمام. غسلته كويس جدا جدا، واهم حاجه وانتي بتغسليه ما تغسلوش وما تضغطيش عليه جامد، عشان السمك ده حساس جدا وممكن يتهري منك، تمام. وحطيت عليه كده ليمونه وصفيته من المصفى. عندي هنا بقى توم، وكمان عندي جزرايه مبشوره، وعندي كام حبايه كده من الفلفل الالوان بشرتهم كلهم في المبشره. وكمان عندي بصلايه كده وسط بشرتها كمان في المبشره. وعندي كام عود كده من الكزبره. وعندي 4 حبايات كده من الطماطم، يكونوا وسط كده. أهم حاجة الطماطم قطعها صغير خالص. وبقية المكونات كلهم لو عندك الكبة حطيهم في الكبة وابشرهم في الكبة. عندي هنا معلقة من الملح صغيرة، معلقة من الكزبرة الناعمة، وكمان معلقة صغيرة من الكمون. طبعا السمك بيحب الكمون الكتير، وكمان الليمون، يعني زودي في الليمون كده. عندي كده ليمونتين كبار هعصرهم كويس جدا، تمام. لو عندك الليمون صغنن يبقى اعصري كده 3، تمام. وهو ما شاء الله الليمون يعني فيه مية كويسة. هعصر كده الليمون كويس جدا. وكمان هنزل كده ب4 معالق كده من الخل. هشيل بس البذراية دي، وهنزل كده ب4 معالق كبار من الخل، تمام كده. هعصر كده 4 معالق كده من الخل، و5 معالق كبار كده من الزيت، تمام. هنزل بيهم. هقلب كل المكونات دي كويس جدا. لو انت عايزة تنزلي بسنة شطة مفيش اي مشكلة، انزلي بشوية شطة كده حلوين، تمام. هقلبهم كده كويس جدا. شايفين التتبيلة حاجة كده ما شاء الله. لو وصلت بقى لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعملي لايك كده، لايك حلو، وتعملي اشتراك للقناة. عندي هنا بصلاية كبيرة، وكمان كام حباية كده من الفلفل الألوان، كلهم كده مسكتهم وقطعتهم كده حلقات زي ما انت شايفة كده، تمام. همسك الخلطة بتاعتي وهاخد منها معلقة كده، معلقة كبيرة، هنزلها على الفلفل والبصل اللي انا قطعته حلقات، وابتدي ان انا اهرسهم كده بايدي. عايزه اقولك ان بيبقى تحت كده طعمه حاجه كده خطيره جدا. كل ده وهرصه كده من تحت، يعني من تحت كده في الحل، تمام. هرص كل ده كده في الحل، هرصهم بالشكل ده كده. وما تنسيش بقى تعملي اللايك الحلو ده اللي بيفرحني دايما، تمام. هرصهم كده بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. وهجيب السمك السردين. عايزة اقولك بقى مش انا اللي فاتحاه كده، الراجل اللي انا جبت منه السمك هو اللي فتحولي، يعني فتحولي مش في النص، لا فتحولي جنب النص بشوية. فانا عايزه اقولك ان انت تفتحيه من النص احسن، ما تفتحوش من الجنب، تمام. واغسليه كويس زي ما انا قلتلك كده اهوت، عشان لو ضغطت عليه جامد في الغسيل هتلاقي السمكه دي بالذات بتتهري بسرعه. فخلي بالك كده وانت بتغسليه، اغسليه كده اهوت، يعني كويس جدا، تمام. هبتدي ان انا احشيهم بالشكل ده زي ما انت شايفه كده، همليها كده حشوه كده من جوه. عايزه اقولك والله طعمه عامل زي المشوي بالظبط، ريحه وطعم حاجة كده ما شاء الله خطير جدا. جربي بقى الوصفة والتتبيلة اللي أنا عاملاها دي. لو عايزة تزودي مثلا شوية شطة، عايزة تحطي فلفل سبايسي، مفيش أي مشكلة خالص. شايفين التتبيلة عاملة ازاي؟ ما شاء الله. هتبلهم بقى كلهم بالشكل ده، تمام. وهرصهم في الصينية. هحطهم بقى على النار من فوق، على نار وسط. معلش هنا الغطا كان صغير شوية، غطيه بغطا كده يكون حلو. وسيبيه كده على نار وسط، تمام، مايلة على الهادي بشوية. اوعي تعلي عليه النار هيشيط منك. وبعد ما يستوي منك كويس، تمام، وتحس ان هو استوى، حطيه كده تحت الشواية. شايفين بقى طالع عامل ازاي؟ واخد لون حلو جدا. عايزة اقولك بقى ان طعمه ولا ريحته حاجة كده خطيرة. التتبيلة كمان اللي من تحت اللي انا حطيتها من تحتيه كده
هتغمصيها مش هتشبعي منها، والله حاجة كده ما شاء الله. امشي بقى على كل التكات اللي انا عملتها في الفيديو، وان شاء الله يطلع من ايدك زي العسل. عايزة اقولك بصي مستوي حلو جدا، مش مهري خالص، يعني مستوي واخد السوى المظبوط. خلي بالك ان نوع السمك ده، اي نوع سمك ما بياخدش وقت على النار خالص، يعني ما بياخدش وقت. اوعي تسيبيه وتنسيه، هيتحرق منك وهيتهري. شايفة ما شاء الله مستوي مظبوط جدا، اللحمة كمان ماسكة نفسها. عايزة اقولك ان التتبيلة اللي انا مدخلاها كده من جوه السمكة داخلة جوه لحم السمك، مدياه طعم خطير جدا. احشيه زي ما انا عملته، وامشي على كل الخطوات اللي انا عملتها في الفيديو، وان شاء الله يطلع من ايدك زي العسل. شايفين اللحمة ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا. ما تنسيش بقى يا قمر تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، مع السلامة.